فقد جاء في صحيح البخاري موضوع سحر النبي، وإنه كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. طيب شيخنا، يعني الشبهات كثيرة حول صحيح البخاري، لكن من ضمن الشبهات المثارة يعني وتردد كثيرا أنه عليه الصلاة والسلام سحر، ولكن هذا السحر كما يزعم القائلون بهذا الأمر قالوا إنه يخالف قول الله تعالى والله يعصمك من الناس. فما هو الرد على هذه الشبهة يعني المطروحة والواردة؟ مثل هذا الحديث أيضا الذي يظنون أنه يعارض القرآن ندرج لهم الرد. أولا، زعمكم أنها البخاري فقط الذي أخرجه، ليس فقط البخاري، أخرجها البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وغيرهم من كتب السنة موجود، وهو من المتواتر، يعني تواتر. ولم يرويه عائشة فقط التي روته، رواه الأرقم من الأرقم وغيره من الصحابة. فكون هذا الحديث موجود ومعروف في كتب السنة كلها، إذا لا تروحون تقولون البخاري ولا تكذبوا البخاري، قولوا هذه السنة الثابتة عندكم نردها، قولوا هكذا حتى نفقه كيف نناقشكم. نجلس ندافع عن البخاري ثم ندافع عنه. هم لا يريدون هذا. اي نعم، هم ما يريدون هذا. هذا بعضهم ما يريد، ولا بعضهم لا يصرح بأن السنة كلها ما نقبلها. لكن بعضهم يقول لا، البخاري فيه أشياء تخالف القرآن نردها. فنقول هذا مو في البخاري بس، هذا في كتب السنة كلها. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وقصته معروفة في الصحيحين. يعني أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء وهو لم يأته. وفي بعض الروايات أنه كان إذا استيقظ في الفجر عند عائشة قال يا عائشة أجامعتك البارحة؟ فتقول عائشة لا عائشة أجامعتك البارحة؟ فتقول عائشة لا عائشة أجامعتك البارحة؟ فتقول عائشة لا. فكان يخيل إليه أنه أتى النساء، يعني تزوج جامع امرأته أو لا، ويأتي الخبر أنه لا لم يجامعها.